لو انت محلل بيانات فانت غالبا قابلت كتير جدا الافريج في كل تقرير انت عملته، بس السؤال الحقيقي هو المتوسط ده بيمثل الواقع فعلا ولا بيديك صوره وهميه او مزيفه عن البيانات اللي انت بتحللها؟ لا، ده كده في شغل عالي وفي كلام كبير. في الحلقه دي هنعرف الفرق ما بين المتوسط العادي او الارثماتيك مين والويتد مين او الويتد افريج او المتوسط الموزون، ودي الترجمه الحرفيه بتاعتي، وهنفهم يعني ايه كلمه ويت او كلمه وزن المرتبطه بالمين ده، وهنشوف ازاي ان ده ممكن يغير قرارات كامله في الشركه. فلازم كمحلل بيانات تكون عارف الفرق ما بينهم وتعرف تستخدم كل واحد منهم كويس قوي. في البدايه كده خلينا ناخد نبذه سريعه عن ايه هو الارثماتيك مين او المتوسط الحسابي. هو بكل بساطه المتوسط اللي احنا عارفينه ان احنا نجمع القيم ونقسمهم على عددها وشكرا وبيطلع لنا الرقم. سهل بسيط وعارفينه، بس في هنا مشكله كبيره، هو بيفترض ان كل القيم متساويه في التاثير. ده هنا بقى هنخش في الشغل العالي. عملت شوب القهوه بتاعك، هو بيفترض ان كل القيم متساويه في التاثير، وده مش دايما بيحصل في الشغل الحقيقي. هنفهم دلوقتي يعني ايه كلمه متساويه التاثير، بس نفصلها واحده واحده. تعال نروح بقى للويتد افريج او الويتد مين. المتوسط الموزون ده هو متوسط بس فيه تريكايه صغيره. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك استنى، مش كل رقم ليه نفس القيمه، في رقم تقيل ورقم خفيف. وهنا نفسر كلمه ويت او وزن، يعني كل رقم ليه تأثير مختلف، فانت لازم تضرب القيمة في وزنها قبل ما تجمع. مش فاهم حاجة؟ طبيعي. مثال، بس استنى قبل ما توديني على مثال، انت كروتني في كلمة وزن، انا ما فهمتش حاجة. كلمة وزن بتوضح قد ايه الرقم ده مهم او مؤثر مقارنة بباقي الارقام، ودي بتتحدد حسب السيناريو. على سبيل المثال، عدد مرات التكرار، عدد العملاء، عدد الموظفين، عدد الوحدات المباعة، عدد الساعات الدراسية، وغيرها كتير من الفاكتورز. لسه برضو مش فاهم حاجة. لو واحد جاب 100% في امتحان مدته ساعة، ونفس الشخص ده جاب 70% ولكن مدة الامتحان 4 ساعات، مين فيهم ليه تأثير أكبر؟ طبعا المادة التانية، لأن عدد ساعاتها أطول فدرجتها ليها وزن أكتر ولها تأثير أكبر على اعتمادية القرار أو مصداقية الرقم. ناخد مثال بقى كمحلل بيانات محترم، عايزين نحلل مرتبات محللين البيانات باختلاف الدرجة الوظيفية. اللي ظهر قدامك على الشاشة جدول بيوضح المستوى والراتب وعدد الموظفين. لو جينا شفنا الجونيور الراتب بتاعه 6000 وعدد الموظفين 20، والميد من التايتل ده 12000 وعدد الموظفين 10، والسينيور 20000 وعدد الموظفين 2. وجيت قلت لك هات لي متوسط الرواتب دي، انت بقى زي الشاطر رحت عملت ايه؟ رحت جبت المتوسط العادي، جمعت 6000 زائد 12000 زائد ال 20000 وقسمتهم على الثلاثه، طلع لك المتوسط كام؟ 12666. بس هل ده حقيقي وواقعي؟ هتقول لي ايه المشكله؟ اقول لك ازاي. ده في 20 واحد جونيور بتقارنهم باتنين سينيور، ازاي يا راجل؟ هنا بقى يجي دور الويتد افريج او الويتد مين. لما نيجي نحسبه بقى بنحسبه ازاي؟ بنضرب الفاكتور الاساسي اللي احنا عايزين نقيسه اللي هو السالري في الويت بتاعه او العدد بتاعه، وفي الحاله بتاعتنا دي هو عدد الموظفين. فعشان نحسبها هنضرب 6000 في 20، وبعد كده هنضرب 12000 في 10، وبعد كده هنضرب 2 في 20000، وهنقسمهم على ايه؟ هنقسمهم على عددهم؟ لا، وهنقسمهم على التوتال ويت، واللي هي في الحاله دي عدد الموظفين. هيبقى 2 زائد 10 زائد 20، وهتبقى النتيجه 8750. شفت يا مؤمن الفرق عامل ازاي؟ من 12660 ل 8750. انت بقى كمحلل بيانات ما عندكش المعلومه دي ورحت جبت المتوسط، والشركه ما عندهاش درايه بالستاتستكس، كانت هتعمل ايه؟ كانت هتاخد قرار بناء على اللي انت قدمته. فكانت الشركه هتقول ايه؟ انتوا ازاي بتشتكوا؟ ما المرتبات متوسط المرتبات عندنا 12660. لكن يجي بقى دور الويتد مين يقول لك لا معلش الصبر، ده 8000 جنيه يا ريس راح فين؟ فحسك كده ابتديت تلقط معايا برضه. مثال تاني، الناس بتاع خدمه العملاء عمالين يتخانقوا، يقولوا انا الفرع بتاعي جايب سكور اعلى، والتاني يقول لا ده انا عندي عدد الناس اللي عملت سكور اكتر منك. فعايزين نحل الخناقه دي باستخدام الويتد مين. هنعمل ايه؟ جبنا بيانات 3 فروع اللي عليهم المشكله، والبيانات اللي ظاهره عندك على الشاشه هو الفرع والتقييم وعدد العملاء. القاهره التقييم بتاعها 4.5 او 4.5، وعدد العملاء 200، يعني عدد الناس اللي عملوا تقييم 200. في طنطا 5 من 5، طنطا ممتازه، ولكن 4 بس اللي عملوا تقييم. ولو رحنا الفرع اسيوط هنلاقي التقييم 3 ولكن عدد العملاء 40. تفتكر انت بقى لو جيت قلت لك احسب لي متوسط التقييم بناء على التقييم بس كنت هتعمل ايه؟ هتقول لي يا باشا مجموعهم على عددهم هيطلع 4.16، 4.5 زائد 5 زائد 3 على 3 فيها 4.16. ولكن الويتد افريج بقى
هيقول لك لا الصبر، هنضرب الأربعة ونص في ال200، وبعد كده هنجمع الأربعة في ال5، وبعد كده هنجمع الأربعة في ال30، وبعد كده هنقسمهم على إجمالي عدد العملاء اللي عملوا تصويت أو عملوا تقييم اللي هم 244. هيطلع إيه؟ هيطلع 4.26. شفت؟ كده انت كمحلل بيانات قدرت توصل للرقم الفعلي اللي فعلا بيعكس تجربه العملاء، لانك ما خدتهاش على 3 فاكتورز اللي هو عدد التقييمات، لا ده انت خدتها على عدد العملاء اللي عملوا تقييم فعلي، فقدرت توصل للرقم المظبوط اللي بيعكس فعلا تجربه العملاء. اظن كده فهمت. بس خد مثال كمان. مطلوب منك بقى ايه يا ريس؟ عايزين نعرف متوسط ربحيه المنتجات، ودي انت كتير جدا بتحتاجها كمحلل بيانات في الشركه. اللي قدامك على الشاشه دي بيانات ل3 منتجات، منتج A و B و C. الربح في المنتج الاولاني 50 جنيه، عدد الوحدات المباعه 100. الربح في المنتج الثاني 20، عدد الوحدات المباعه 800. الربح في المنتج الثالث 30 وعدد الوحدات المباعه 200. المتوسط العادي اللي كنا جينا حسبناه هيطلع لك الربحيه كام؟ مجموعها مع عددهم يا باشا 50 زائد 20 زائد 30 على الثلاثه فيها 33.3 جنيه. يا ما شاء الله، ده الدنيا زي الفل اهو. ولكن الويتد افريج يقول لك الصبر، انت هتقارن اللي باع 100 زي اللي باع 800؟ لا، اضرب لي يا باشا الربحيه في عدد الوحدات المباعه وبعد كده بقى قسمهم على عددهم كلهم. هيطلع لك كام بقى يا ريس؟ 24.5 جنيه. دي الربحيه الفعليه. الشركه هنا لو اعتمدت على المتوسط العادي هتقول ان احنا بنكسب كتير، لكن الحقيقه ان المنتج اللي بيتباع اكتر ربحه اقل. لكن يجي الويتد افريج يبين الحقيقه ويبين الرقم الفعلي او المتوسط الفعل، فبالتالي الشركه هتعرف تاخد قرار صح. اظن كده فهمتني، مفيش بعد كده. طيب انت كمحلل بيانات امتى تستخدم الويتد افريج؟ اول حاجه لما تكون القيم مش متساويه في التاثير. الحاجه الثانيه ودي الاكثر استخداما لما يكون في تكرار او عدد او حجم مرتبط بالقيمه اللي انت عايز تطلع منها المتوسط، زي في حالتنا كده الربحيه وعدد الوحدات المباعه. الحاجه الثالثه لما تكون عايز توصل لصوره واقعيه مش وهميه وتراعي طبعا الفاكتورز اللي احنا قلناها. الخلاصه يا معالي الباشا، دورك كمحلل بيانات لازم أن تعرف تستخدم الاحصاء امتى وفين وازاي وبناء على ايه، لان الشركه بتاخد قرار بناء على معاليك، فلازم أن تختار الوسيله الصح عشان تطلع نتيجه صح. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات تحت انت فهمت بنسبه قد ايه وايه اللي اتعلمته من الدرس ده.